ازيك؟ انتي تعبانة النهاردة. انا عارفة الحالة دي كويس. لما بتحاولي تبيني انك كويسة ومفكيش حاجة وانتي من جواكي تعبانة، لك صداع، قلق، متوترة، قلبك بيدق جامد، على طول مشدودة، مش عارفة تنامي كويس. مش قلتلك انا عارفة؟ ممكن تسمعي كلامي؟ انا عارفة ان في افكار كتير في دماغك مش بتقف، بس ممكن تسيبيها تعدي، متفكريش فيها. مش مهم وراكي ايه بكرة، مش مهم في ايه بالليل لازم تعمليه، مش مهم هتقابلي مين، مش مهم الغسيل، مش مهم الاكل، مش مهم اي حاجة. اي حاجة هتيجي في دماغك سيبيها تعدي من غير ما تفكري فيها ولا تعملي فيها اي مجهود. انا مستنياك. اي فكرة جت في دماغك دلوقتي سيبيها تعدي. خلصتي؟ دلوقتي عايزاكي تاخدي نفس، تكتميه، طلعيه بس بالراحة. ركزي مع النفس، ما تركزيش مع الأفكار، ركزي مع جسمك، الشدة اللي في جسمك، ظهرك اللي مشدود، رقبتك اللي مشدودة، ريلاكس خالص. حاسة انك احسن؟ ركزي مع الصوت ده، ركزي اكتر، غمضي عينيكي وركزي. دلوقتي عايزاكي تتخيلي معايا ان دي هي دماغك. دلوقتي هنشيل كل الافكار الوحشة اللي في دماغك ونمسحها بيها، تقع ما تمسكهاش. تفتكري ايه اوحش حاجة ممكن هتحصل؟ تخيلي أسوأ حاجة ممكن تحصل ايه؟ تفتكري ربنا هيسيبك؟ هو سؤال واحد بس، لو جاوبتي عليه بصراحة هترتاحي. انتي عاملة اللي عليكي؟ فكري كويس قبل ما تجاوبي. لو عاملة اللي عليكي يبقى تنامي وترتاحي ومتقلقيش ابدا، عشان الباقي على ربنا اكيد. لو حاسة انك مش عاملة اللي عليكي مفيش مشكلة، نحاول تاني. ممكن كفاية كلام ونغمض عينينا ونستريح. شايفة كل الأفكار دي السلبية؟ خلينا نشيلها خالص من دماغنا، مش لازم نفكر فيها أصلا ونتعب نفسنا. مش كل حاجة لازم نفكر فيها ونعمل عليها حوار. إن كلها أصلا حاجات صغيرة احنا اللي بنديها حجم.
عارفة، كل المشاعر السلبية دي هي مجرد فكرة في البداية، انتي اللي بتخليها وتحوليها لحاجات ومشاعر بتوجعك. لو انتي من الأول مكنتيش فكرتي فيها مكانتش اتحولت لشعور سلبي. انتي عارفة ان عقلك ده محتاج عناية زي بشرتك بالظبط. شوفي انتي بتصرفي قد ايه على بشرتك، عقلك بقى مش محتاج كل المصاريف دي، محتاج بس تاخدي من وقتك وتفكري شوية ازاي تريحيه. وزي شعرك محتاج برضو كل يوم ان هو يتسرح، تشيلي منه كل الحاجات اللي بتتعبك مهما كانت مهمة، بدل تعباكي يبقى ملهاش لازمة. نصيحة مني، محدش هيساعدك غير نفسك، ولا دكتور ولا صاحبة ولا أخت ولا زوج ولا أم ولا أب. انتي الوحيدة اللي تقدري تساعدي نفسك تتخلصي من كل الأفكار الوحشة، وساعتها هتقدري بقى تستمتعي مع كل الناس دي.